المشويات أو الفراخ المشوية. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة فراخ مشوية بطريقتي، طريقة حلوة قوي إن شاء الله هتعجبك. مش هيبطلوا يطلبوها منك، بالعكس هتعمليها كتير وهتعمليها بنفس الطريقة والتكات اللي أنا هوريها لك دلوقتي. حقيقي حقيقي حلوة قوي، هتخرج لك فراخ طعم وريحة حلوة خالص. يلا بسرعة هنشوف هنجهزها ازاي. اول حاجه هنا معايا نص كوبايه لبن حليب، ضفت لها نص عصير ليمونه وسبتها شويه بقت بالشكل ده. معايا بقى هنا ملح وفلفل اسود وزعتر بابريكا مدخنه، معايا 7 بهارات، ومعايا كمان كاري وكركم. تمام كده. معايا هنا بصله مفرومه ناعم، ضروري تكون مفرومه ناعم. ومعايا هنا خل على ليمون. الليمون يا جماعه ده يعتبر حياء طبيعي للفراخ، بيدي للفراخ تيست حلو قوي. هنا دي نص معلقة صلصة كاملة على البصلة المفرومة ناعم. هنزل بقى بيهم كده في بولة حلوة، وهبتدي كل الحاجات دي اخلطها مع بعضها علشان اعمل تتبيلة محترمة للفراخ. التتبيلة دي صدقوني بتدي تيست هايل قوي، بتخلي الفراخ بتاعتك في حتة تانية خالص. كل الحاجات دي هنزل بيها زي ما قلتلكوا: الصلصة، البصل، الخل والليمون، البهار، بابريكا مدخنة، كاري وكركم، 7 بهارات، فلفل اسود، شوية زعتر صغيرين، شوية ملح. الزعتر يا ريت لو تاخديه بين ايديكي كده، الريحة بتاعته هتظهر أكتر. وهنزل كمان بكوباية اللبن. طب ليه وسط الحاجات دي؟ اللبن بيدي طراوة للفراخ، بيخلي الصدور جوسي كده وحلوة. وطبعا الأوراق نفس الحكاية، يعني بيخليلك الفرخة حلوة وطرية، مش ناشفة خالص مهما استنت على النار. هنا معايا دول فرختين وسط، وضروري يكون وسط لان الشوي ما بيحبش الفراخ الوزن التقيل. هنا غسلتها كويس قوي وفتحتها بالطريقة دي، ضروري تفتحيها كده. وهقولك ليه برضو، لان انا هحط في الفتحات دي مكون حلو قوي قوي قوي، هيدي الفراخ طعم وتتبيلة حلوة قوي، يعني هيديلها تست هايل من الاخر، وكأني جايباها من بره. هعمل كده مساج في التتبيلة دي للفراخ بتاعتي. الكمية دي من التتبيلة عملت فرختين وسط. هنا بعد ما دلكت الفراخ بتاعتي كويس، ضروري هنا بقى اقفل عليها لان انا هدخلها التلاجة. هسيبها دي في التلاجة، ممكن تسيبها من بالليل للصبح، ممكن تسيبها 3 ساعات، بس مش اقل من 3 ساعات، لان انا عايزاها تشرب البهار وكل حاجة تشرب آه التتبيلة كويس، الفراخ تشرب التتبيلة دي. بصوا بقى انا هنا بحط ايه. دي فصوص او شرايح ليا صغننه قوي، ليا ضاني. اللي هي الضاني انا بفضل ان انا احطها في المشاوي، يعني في الكفته لازم احط شويه ليا ضاني، في الفراخ نفس الحكايه. بتدي تست هايل قوي، وبتخلي لك الفراخ ريحتها وطعمها ممتازه ممتازه. لو جربتيها مش هتندمي. تمام كده. في كل الاماكن اللي انا فتحتها هحط حتت ليا صغننه، الحتت دي صغننه بس بتديك تيست حلو قوي. وهنا رفعت الفراخ. عايزه طبعا تشويها على الفحم، عندك استعداد في البيت لده اعملي، عايزه بقى تشويها زي على البوتاجاز اعملي. هنا الرز انا عملته معاكم قبل كده، بس هقول لكم انا هجهز له ايه. بصله مقطعه كارو، وتوم فصوص كل فص مقطعه نصين، وورق لورا، وقرنفل المسمار، وقرفه سيجار. البهار برضو هنا نفس الحكاية: 7 بهارات، شوية بابريكا، شوية كاري، شوية فلفل اسود، وشوية كركم. الحاجات دي برضو هستخدمها للرز. الرز اللي انا هستخدمه معاكم النهاردة رز بسمتي. الرز البسمتي بيحتاج ايه؟ السائل الكوباية من الرز بتحتاج كوبايتين من المية. كوباية الرز بتاخد كوبايتين من المية، على عكس الرز المصري. وهنا الفراخ بتاعتي على الشواية كده تستوي، والرز كان استوى طبعا، انا عملته معاكم قبل كده. هتشوحي البصل والحاجات دي مع بعض، وبعد كده هنزل بالرز، وبعد كده بالميه. الفراخ بتاعتي كانت استوت، وكانت ريحتها قلب البيت، طعمها كان تحفه. جهزت معاها كمان دقوس. الاكله كلها جميله، مش هتكلفك في البيت، اعمليها. ولو الاكل عجبك طريقته، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه بقدمها. يا رب كل فيديوهاتي تعجبكم، يا رب كل حاجة أقدمها تستفيدوا بيها.
فراخ كانت مستوية وطعمها تحفة خالص. اللهم بارك.